السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نجاح زراعة جلد النمر من الورقة، والموضوع حلو، بياخد وقت شوية بس النتيجة بتاعته بتكون ممتازة يعني. بسم الله ما شاء الله. هي كانت ورقة عادية خالص، خدناها من الشجرة زي كده وقطعناها قطع بنفس الشكل ده، وزرعنا هي بقى لها داخلة على شهرين. بسم الله ما شاء الله. انا كنت زارع في بيتموس ورمل، بسم الله ما شاء الله اشتغلت اهي وابتدت تطلع نموات جديدة. هناخدها بقى من القصيص الكبير ده ونحطها في قصيص 13 سنتي عشان تشتغل اكتر واكتر، وبتنجح اكتر العملية دي في القصات الصغيرة اكتر من القصات الكبيرة. يعني انا قلت هجرب بس الاول، فجربت لقيت النتيجة هايلة يعني وممتازة. حبيت اشارككم بيها، وفي نفس الوقت لو هنعملها في البيت وحابين نعمل اكسار لجلد النمر من الورقة هنعملها، لكن في قصات صغيرة اللي هي 13 سنتي، والتربة تبقى بيتموس ورمل او تراب اسمر الرمل. يستحب انها تبقى بيتموس ورمل عشان تبقى خفيفة، بتحفز الورقة انها تشتغل على طول، وبنسقي اول مرة وما بنسقيش تاني طول ما التربة رطبة. وبيشتغل معانا بسم الله ما شاء الله بالشكل ده. ممكن بعد شهر تكون جدرت واشتغلت، وممكن نحط ورقتين تلاتة مع بعض في نفس القص 13 سنتي. كل ما المكان كان ضيق على الورقة بتاعت جلد النمر وعلى جلد النمر عموما، سواء المقزم او الكبير، الورقة بتشتغل دغري بسرعة وبتطلع جذور وبتشتغل على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.